حبايبي هنعمل مع بعض خلطة محشي ولا أروع من كده. أول حاجة حطيت حبة زيت حلوين وحطيت معلقة سمنة كبيرة كده ورحت مقطعة حبة بصل حلوين كده، ولما اتحمروا نص تحميرة كده رحت حطيت عليهم الصلصة ونزلت عليهم بمعلقة شطة. سبت كل التسبيكة دي تبرد، وطبعا كنت سالقة الكرنب. طبعا حطيت هنا الفلفل وخضرة المحشي، كزبرة وفلفل أسمر وملح وطبعا كمون. دي البهارات الوحيدة اللي بحطها في المحشي. وطبعا قطعت توم زي ما انتم شايفين، وجبت بقى ايه واحدة صلصة كده وحطيتها وقلبت كده كله مع بعضه. وجبت الكرنب هنا لفت وبعدين قطعت ايه على قد ما انا عايزة احشي، واخد الزيادات احطها في الحلة. هخلص بقى كل الكمية، خلصت كل الكمية وحطيت زي ما انتم شايفين كده البواقي في قعر الحلة. وطبعا زي ما انتم شايفين انا بلف زي كده اهو، بحط واحدة بالطول واحدة بالعرض زي ما انتوا بتشوفوا كده. خلطة المحشي دي تحفة. خلي بالكم يا جماعة، انا حطيت مكعب مرقة في الخلطة، وهحط مكعب مرقة على المحشي من فوق. زي ما شايفين اهو، انا بقول لكم المحشي يستوي معاكم كويس ولا يعجن ولا ينكبس ولا اي حاجة. تحطوا واحدة يمين وواحدة شمال زي ما انتم شايفين. طبعا انا نسيت هنا واحدة الماجي ورحت منزلاها ونزلت عليها بالشوربة اهو. وطبعا انا شلت الطبق ده، وبقى النبي عربي حطيت على الصينية وزي ما انتم شايفين.